النهارده اليوم الرابع مش في دبي بقى، يعني نستكشف في الشارقة النهارده او الشارجة زي ما بيقولوا او الشارقة. مش متأكد بصراحة من اسم المدينة، بس خلينا في الشارجة لان هو بالانجليزي مكتوب شارجة. الانطباع الاول يعني في نظام برضو هنا، والسفلتة حلوة وفي رصيفة الواحد يمشي عليها، الدنيا نظيفة. لكن في بعض المناطق هتحس كده الدنيا فيها زبالة شوية وشعبية اكتر من دبي طبعا. خلينا بقى نستكشف جامع النور، من اشهر المساجد اللي موجوده هنا في الشارجة. يعني ناخد جوله بقى نستكشف هل الشارجة فعلا تستاهل الزياره ولا لا. اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أجواء جميلة جدا جدا هنا، جو هادي، منظر جميل جدا بصراحة. هنا في الشارع على الكورنيش طويل جدا، يعني ممكن ياخدوا يتمشى كل ده. ويعني برضو هنا عندنا أبراج في كل مكان كالعادة. وهناك عندنا جزيرة برضو فيها حديقة، وفي حديقة الفراشات موجودة برضو هنا. وفي الحقيقة جزيرة النور دي جزيرة صناعية، يعني هي مش جزيرة طبيعية. اتفتحت سنة 2015، وراها برضو جزيرة تانية اسمها المجاز، برضو جزيرة صناعية. فهم عشان ينشطوا السياحة شوية في الشارجة. فهي الدنيا هنا هادية جدا جدا جدا، غير دبي الحركة فيها سريعة أكتر من هنا. جيت هنا مكان جميل جدا اسمه المجاز ووتر فرونت. في بقى حديقة للأطفال، وفي بقى كافتريات ومطاعم، قاعدة حلوة جميلة جدا قدام البحر كده. هناك جامع النور، فخدت تمشية بقى كل المسافة دي. فشيء لذيذ والله إن يبقى في مكان زي ده مفتوح للناس ببلاش، يجوا يتمشوا، يجيبوا أولادهم يلعبوا بقى، يتغدوا ويشربوا قهوة، يشربوا شاي. بصوا هنا عاملين كمان، عاملين تراك عليه، يعني مش اسفلت، عليه ماتيريال كده عامله زي الكاوتش، فبيبقى ياخد يدي معاك عشان لو عايز تتمشى كتير ركبتك ما توجعكش. ففكره لذيذه جدا. فهي الشارجة مش بعيد جدا عن دبي، يمكن 20 كيلو بس لدبي داون تاون، لكن تختلف في حاجات كتيره جدا. يعني من ضمنها ان هنا ممنوع الكحول والنايت كلابس والكلام ده. لازم تلبس متحشم. مش مفتوحه بقى على البحر زي دبي والبارتيز والهيصه والستريس ده. هنا الدنيا اهدى شويه، في قوانين لازم الناس تحترمها. يعني هنا برضو في ناس بتفضل تعيش هنا عشان الجو عائلي اكتر، وكمان الايجارات ارخص عن دبي. لكن العيب الوحيد ان هنا مفيش مواصلات دايركت ما بين الشارجة ودبي. يعني ممكن واحد يركب الاتوبيس لحد ديرة ومن هناك يركب المترو. فموضوع المواصلات ده مش افضل حاجة ما بين المدينتين. حتى الناس اللي بتشتغل هنا بيضطروا يركبوا، يعني بيقعدوا ساعات في الطريق عشان يوصلوا شغلهم من هنا لدبي او العكس. نكمل بقية يومنا بجولة ليلية هنا في الشارقة، وكان واضح جدا ان اماكن الخروجات اهدى بكتير من دبي. وبصراحة ده كان شيء مطلوب بعد كام يوم مرهق في دبي. ونختم الجولة بزيارة السوق المركزي بتاع الشارقة. نصحى تاني يوم على المنظر الرايق ده هنا في شط الحيرة. اهلا بكم في شاطئ الشارجة الجميل ده. نشرب قهوة الصبح، السما صافية، رملة جميلة، يعني منطقة راقية جدا بصراحة. القعدة هناك رايقة جدا. في هناك ارابيكا كوفي، وفي هناك برضو سولت برجرز، وابراج هناك بقى وبحر، وفي شوية امواج. يعني في ناس بتعوم هنا. للاسف ممنوع التصوير هنا. جالي السكيورتي قال لي لا، ممنوع تصور بالكاميرا، حتى لو بتعمل فلوج انت نفسك لا ممنوع. لكن ممكن تستخدم الموبايل. قلت طب ما هي نفس الكواليتي، يعني كواليتي الموبايل نفس كاميرا الاكشن كاميرا. بس ما علينا، ممكن نكمل شوية بالايفون. فلو حابين تيجوا مكان هادي تعالوا هنا في الشارقة، مكان اسمه الحيرة بيتش، هيعجبكم جدا جدا. ممكن تشربوا قهوة، تاكلوا برجر، وممكن تعوموا في نفس الوقت. بس الجو برد شوية. تعرفوا ان انتوا ممكن تاخدوا عبارة من الشارقة لدبي 15 درهم بس، وبتاخد 35 دقيقة. واحد بياخدها من محطة الاكوا مارين هناك في الشارجة، تيجي هنا دبي عند الغبيبة ستيشن.
عيب العبارة دي بس ان هي ما بتطلعش يعني باستمرارية، بتطلع الساعة 1 3:30 5، فانتوا لازم تشوفوا وقتها قبل ما تيجوا وتشتروا تذكرة. وهنا بقى ممكن تركبوا المركب دي ب1 درهم، مش بعيد عن العبارة اللي هناك اللي جينا منها، ب1 درهم بس تعديك الناحية التانية بقى ايه للجولد سوق. 1 hour later. نصيحة لوجه الله يا جماعة، محدش يفكر يركب تاكسي من دبي للشارقة في وقت الذروة، يعني ده شيء شبه مستحيل يعني، لا بلاش. واسم الشارع ده كايرو ستريت، بس بصراحة لا، الزحمة أصعب من مصر بكتير بكتير بكتير. اتضح إن الناس بتقضي ساعة ونص ساعتين في الطريق عشان توصل بيتها، يعني اللي شغال مثلا في دبي وعايش في الشارقة لا، يعني ممكن بيمشي بعد صلاة الفجر وممكن يرجع بقى على بالليل أو أول ما الزحمة دي تخلص كلها. لا بصراحة الموضوع متعب جدا، يعني كان GPS باين لنا من دبي للشارقة 50 دقيقة، 40 دقيقة مشينا، وكان لسه برضو باين ان في 55 دقيقة. بصراحة يومين ما يكفوش لو انت جاي زيارة تستجم هنا في الشارقة، المكان عايز له على الاقل اسبوع، زي دبي بالظبط محتاج على الاقل اسبوع اسبوعين، فهما الاتنين جمال جدا ويستاهلوا الزيارة دبي والشارقة. لكن لو انت شخص بتحب الخروجات والاكل والابراج والضجة الكبيرة دي، دبي تبقى جميلة جدا بالنسبة لك. لو انت بتحب الهدوء وعايز تستجم وجو عائلي، يبقى الشارقة هي المناسبة بالنسبة لك، وفيها اماكن كتيرة جدا للخروجات وبرضو للأطفال. أنا عن نفسي عجبتني دبي جدا، وبرضه عجبتني الشارقة، واحتمال أزور الاتنين مرة تانية.